رمضان جاء نعم النعم نلنا الرجاء. أهلا بأيام الهنا من صامها بلغ المرام ملئت ليالينا السنة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن من إعجاز آيات القرآن الكريم أنها تخاطب الإنسان في عقله تارة وتخاطبه في قلبه تارة أخرى، وفي بعض الآيات تخاطب عقل وقلب الإنسان في آية واحدة، كما في قوله تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. لو تأملنا أن هذه الآية جاءت بعد سياق الحديث عن صور عظيمة لأهوال يوم القيامة ومشاهدها، ثم توجه بالخطاب إلى الإنسان فقال: ما غرك بربك؟ ما غرك بربك أي ما خدعك وجرأك على عصيانه وانحرافك عن فطرتك التي فطرك الله عليها. روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما قرأ هذه الآية قال: غره والله جهله. فنقول: غر الإنسان جهله بالله، وغره الشيطان الرجيم، وغرته نفسه الأمارة بالسوء. أيها المبارك، تدفعنا هذه الآيات إلى معرفة حقيقة خلق الإنسان وحقيقة المنعم عليه، وتدفعنا هذه الآيات إلى أن نجعل من نعم الله علينا سببا في التقرب منه، وأن لا نجعلها سببا في البعد عنه. وبما أننا في شهر الصيام، شهر القرآن، نجعل حظا من قراءتنا للتدبر، كما أمرنا الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا ابتهاج المسلمين فرحا بما حملت يدها، يدعون رب العالمين أن يغنموا مما حبا.